الموضوع الأضرب من هذا. تعرفون إنه أنا عندي واحد من إخواني صار له 7 سنوات متزوج ما يصير عنده طفل. راحت زوجته الماما للقبر، للسرداب العفو. بجد قالت لها إذا أنت من صدق تحبيني وراضية عني أريد تطلبين من رب العالمين يصير عندي طفل. سوت ثواب الماما ووزعوا وعاد الموضوع مشى عادي. بس هي تعبانة نفسيتها على أمي، كلش تعبانة. يعني يمكن أنا ما باريت أمي بقد ما إنه نسوان إخواني باروها، يموتون عليها إلى درجة كانت كلش طيبة، ترحم الكبير والصغير. تمام، الله يرحمه ويرحم والديكم أمة محمد. رجعت مرت أخويا ورا أسبوع كان مرت أخويا راحت تخربطت بالبيت، ودينا المستشفى كانوا يقولوا لها مبروك حامل. أحزن الفرحة صارت بالبيت. يعني أخويا كان يقول لي على هاي الفرحة رزان ارجع لحياتك، رزان ترى احنا نتأدب بسببك. فهي فرحة من الفرحات اللي صارت. إذا كان عندكم العفو ميت عزيز عليكم وعندكم طلب تروحون تطلبوه من عنده، صدقوني حيصير. المهم أنا هواي مشتاقة لكم.